ما نطلقش ونقعد في داري ونربي ولادي ونقعد تحت جناح راجلي، وما كانش كرامه بين المراه والراجل، كاين موده ورحمه. ماشي انا قلتها، الخالق سبحانه هو اللي قال. معناتها ما كاش تكذب عليك صاحبتك واختك وخالتك وعمتك هي تعمر دارها وانت تخلي لك دارك. لا، علاش هي ما ديرش واش راهي تقول لك مع راجلها؟ علاش هي ما ديرش؟ علاه؟ بصح انت تجي تريع عليك الحوايج اللي ما تقدرش هي ديرهم، تجي تريع عليك باش انتيا تخرب لك عقلك، راجلك ما يقولكش، راجلك ما يديرك. ما ديريش المقارنه ما بين حتى انسان. الشخص الناجح هو اللي قارن ذاته بذاته، كيفاش كان البارح وكيفاش راه اليوم. المميزات اللي عندك انت مع راجلك ما يكونوش مع راجل واحد اخر مع مرته. ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. ربي سبحانه وتعالى ما خلقش الفوتوكوبي، كل وحده وخلق لها ميزه نتاعها الخاصه في علاقتها، في كل شيء، مع راجلها، في مالها، في صحتها، في كل شيء. خلق لك ربي سبحانه وتعالى التميز. لهذا الرضاي بوش كتب لك ربي، الرضاي بوش قسم لك ربي، الرضاي بوش عندك، ارضاي. وشوفي ربي واش يعطيك. ونقول لك حاجه، اذا كانت عندك نيتك الاصلاح، ربي راح اول اللي راح يعاونك هو الله سبحانه وتعالى، اللي يقول للشيء كن فيكون. فقط تيقي في الله سبحانه وتعالى وتيقي في ذاتك، وما تعمريش بلعي ودنيك، ما تسمعي لهمش حتى اذا كانوا لي بارون تاعك، ما تسمعي لهمش. صاحبتك اللي تبغيك، اللي يبغيك يقول